السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض احلى ممبار ممكن تحضريه بحشوة بجد من الاخر، طعم وريحة، يعني لو انت مش بتحبيه انت هتعشقيه بعد الطريقة دي، والكل يرجع لسر البهارات اللي احنا هنضيفها. تابعوا معايا الفيديو للاخر وما ننساش نعمل لايك ونقول بسم الله ونبدأ على طول. انا معايا الممبار هنا زي ما احنا شايفين، هو جاهز على الحشو بالظبط. هنقول على السريع كده ازاي نغسله ويبقى نضيف معانا زي البفتة. اول ما بنجيبه بيكون كده الطبقة الخارجية بتاعته فيها طبقة من الدهن، بتكون كده على حرف الممبار، بننضفها كويس لو فيها اي شوائب. وبعد كده عند الحنفية بنقلب الممبار بتاعنا، والدهن اللي بيكون في قلب الممبار ده مش بنشيله، احنا يا دوب بننضفه علشان لو في اي شوائب موجودة. طيب بنقلبه طبعا تحت الحنفية او عن طريق عصاية، المهم ان هو يتقلب. وبعد كده ننقعه بمية وخل وملح وليمون وشوية من الدقيق وشوية من البيكنج باودر او كربونات الصوديوم اللي هي بتاعة الطعمية. الاول ما بتحطي معلقة الكربونات او معلقة البيكنج باودر بيبقى عامل فوران كتير، الفوران ده هو اللي بينضفه. هنسيبه كده حوالي نص ساعة، وبعد كده نجرده كويس جدا، يا اما بالسكينة يا اما بليفة كده تكون سلستين، بس تكون نظيفة. واهم حاجة بالراحة وانت بتعمليه، اهم حاجة ان انت تجرديه كويس جدا جدا، اوعي تستكفي ان انت تنقعيه بس، لازم ينجرد. ونخلي بالنا واحنا بنجرده. بعد ما بنجرده ايه اللي بيحصل؟ بنشطفه كويس جدا جدا جدا، وبعد كده بيكون على ظهره مش على وشه، وبعد كده بننقعه بملح وليمون ودقيق. تعالوا بينا نشوف الخلطة بتاعتنا، وهنتكلم برضو باستفاضة عن الغسيل لان في خطوة مهمة جدا جدا قبل ما بنحشي الممبار بنعملها. تعالوا الاول نتكلم عن الخلطة. عندي كيلو الا ربع من الرز، رز مصر عادي مغسول ومتصفي. هنضيف عليه 3 بصلات مقطعاه قطع صغيرة او مبشورة او محطوطة في الكبة، 4 طماطميات انا مقطعاها تقطيعة صغيرة. انا عامله 800 جرام من الرز، يعني 4 كوبايات من وج الشاي العادي. عندي هنا خضرة المحشي ومعاها قرن فلفل اخضر، لو عندك احمر برضه يبقى كويس جدا، هيدي طعم حلو قوي. حزمة بقدونس، حزمة شبت، حزمة كزبرة. هو بالشكل ده انا بدأت ان انا اضيفهم على بعض، وهضيف معاهم كمان معلقتين من الصلصة. انا حطيتها في حاجة اوسع عشان ابقى اخده راحتي وانا بقلبها. هنشوف البهارات بتاعتنا دلوقتي. في الوقت ده انا كنت بحط المعلقتين بتوع الصلصة بتوعي، وهبدأ اقلبهم قبل ما احط البهارات بتاعتي. انا معايا معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، ومعايا معلقة من البابريكا اللي هي الفلفل الحلو، ونص معلقة من الكمون، ونص معلقة من بهارات اللحمة، والسبع بهارات معلقة، وربع معلقة من الحبهان المطحون، ومعلقة من الملح، ورشة بسيطة من جوز الطيب، ولو بتحبيه سبايسي شوية هترشي رشة بسيطة من الشطة، ومعايا ربع كوباية من الزيت. هنقلبهم مع بعض كويس جدا جدا. تعالوا نشوف اسرع طريقة ممكن تحشي بيها الممبار. الطبقة بتاعة الدهن بتبقى جوه، واللي بتتجرد بتبقى بره. لما بنقلبه اول مرة مش بنقلبه تاني، بنحشيه كده على ظهره. فانا عملت ما بين صوابعك كده، بتفرقي الممبرايه، وبتحط شويه من الرز وتظبطيهم في قلب الممبار. وفي كمان طريقه اللي هي بالشكل ده، بتثبتي الممبار على الرز، وبتبدأي بصبعين كده ان انتي تدخلي الرز بالشكل ده. ما بتخليش الممبرايه مليانه قوي علشان ما تفرقعش منك وانتي بتحطيها في الميه. فاهم حاجه ان انت توزعي الرز كويس جدا في قلب الممبار، وما يكونش مليان قوي، يعني مبطط كده زي ما احنا شايفينه. الطريقه دي كمان انا بحبها قوي، بتبقى اسرع معايا. الصوره اكيد موضحه اكتر من ما انا بقول. بالشكل ده، وبايدينا التانية بنبدأ ان احنا بنوزعها على الممبرايه كلها علشان هي متكتله في حته واحده. لازم الرز يتوزع بالشكل ده في قلب الممبار كله، ما تحاوليش ان انت تكتري عشان ما يفرقعش. في الوقت ده انا حطيت ميه على النار، والميه قبل ما تغلي بدأت ان انا احط طماطمايه وبصلايه
وحبهان وورق لورا، اي حاجه موجوده عندك انت عايزه تحطيها تحطيها. الميه بتاعتي اول ما بدات ان هي تغلي انا بدات ان انا انزل الممبار بالشكل ده. اهم حاجه ان انت تغسليه كويس جدا وتجرديه. في حاجه انا كنت عايزه اقول لكم عليها، اهم حاجه الممبار اول ما تطلعيه من الفريزر خلاص وهو فك، هتبداي ان انت تقطعي بصلايه وطماطمايه وشويه من الملح وتبداي تدعكيهم في بعض كويس جدا. في بدايه الفيديو كان الممبار بتاعي فيه قطع من الطماطم وقطع من البصل لو لاحظتم. انا بعد ما طلعته وشطفته بدأت تاني اقطع بصلايه وطماطمايه وادعكهم فيها كويس جدا. الميه بتاعه الممبار لازم تغلي كويس جدا علشان تقفل معاكي بالشكل ده، ما تنزلش رز. هنعرف منين ان هو استوى؟ هي نطلع واحده كده نجربها معانا في طبق. طبعا التسويه بتاعته بتختلف من الوقت من ممبار لممبار. في ممبار بياخد وقت ساعه، في ساعه ونص، في اقل، على حسب بقى ما هو الكبير ولا صغير. اهم حاجه لما يغلي نهدى عليه وكل شويه نشوفه. في الوقت ده انا كنت حمرته، وكالعاده النور قطع طبعا وانا بحمره. ما بياخدش وقت ابدا في التحمير، على طول ما شاء الله بتقطع بكل سهوله. طعم وريحه وتسويه جميله جدا، بتقطع مش بيشد منك، مع ان طبعا غاسلينه بخل، بس اوعي تصدقي ان الخل بينشفه. هنجرب واحده مع بعض ونشوف قد ايه طري وبتقطع بكل سهوله. بارك الله، بتقطع بكل سهولة مش بيشد منك. حلو جدا، الريحة بتاعته حلوة قوي. اتمنى ان انتوا تجربوه بنفس الطريقة، وياريت الفيديو بتاعي يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس علشان اي حاجة انا بعملها توصل لكم بأمر الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام عليكم.